أهلا بيكم في أول حلقات برنامج أحلى الوصفات مع ميد باي سمسم. كل حلقة هنقدم لكم وصفة بيدخل فيها منتج من منتجات ميد باي سمسم، وبمناسبة تميزنا بمربى الحرنكش هتكون أول وصفة لينا معاكم هي تشيز كيك باردة بمربى الحرنكش. المقادير للقاعدة: نومي كوب بسكويت سادة مطحون، نص كوباية زبدة سايحة، للحشوة نص كيلو جبنة كريمي في درجة حرارة المطبخ، كوباية كريمة صفق، نص كوباية سكر بودرة، 2 معلقة صغيرة فانيليا، للوش نص كوباية مربى حرنكش ميد باي سمسم، 3 معالق مية دافية عشان نخفف المربى، شوية حرنكش فريش. الطريقة: تحضير القاعدة: هنجيب البسكويت المطحون ونخلطه مع الزبدة السايحة، نفرد الخليط في قالب التشيز كيك ونضغطه كويس، نحطه في التلاجة 2. تحضير الحشوة: هنضرب الجبنة الكريمي مع السكر البودرة والفانيليا لحد ما تبقى ناعمة وكريمي. في طبق تاني نخفق الكريمة لحد ما تتماسك، وبعدين نضيفها على خليط الجبنة ونقلب برفق. تحضير الصوص: نخلط مربى الحرنكش مع المية الدافية لحد ما يبقى صوص ناعم، نفرشه على التشيز كيك. التقديم: نزين بحبات الحرنكش الفريش، نحطها في التلاجة 4 ساعات على الأقل قبل ما نقدمها. الطعم هيطلع حلو وحامض في نفس الوقت، وده اللي هيميز الوصفة عن أي تشيز كيك تانية.